أنا عارف طبعًا إن مرتبك مش مكفي أبسط احتياجاتك، وإن نفسك تضمن مستقبل ليك ولأسرتك في واحدة من أقوى الدول الأوروبية. الشانسن كارد هي بوابتك لألمانيا، واللي هتديك تأشيرة لمدة 12 شهر، بشرط إنك تحصل على البطاقة دي إنك تجمع 6 نقط. طيب هنجمعهم إزاي؟ أول حاجة لو عمرك أقل من 35 سنة هتاخد نقطتين. تاني حاجة لو معاك مؤهل متوسط أو بكالوريوس هيكون معاك 4 نقاط. تالت حاجة يكون عندك خبرة من سنة ل3 سنين، وده هيديك من نقطة ل3 نقاط على حسب خبرتك. ونيجي عند رابع نقطة بقى وهي اللغة، فالدنيا هنا بقت سهلة خالص. فأنت لو معاك A1 في الألماني أو B2 في الإنجليش فأنت خلاص فرصتك بقت مضمونة. وأما عن الحساب المغلق فكده كده هنساعدك فيه. وأقول لك على سر، لو ليك حد في ألمانيا يضمنك فكده مش هتحتاج البلوك أكاونت. وواحدة من أهم مزايا التشانسن كارد إن هي بتسمح لك بالعمل لمدة 20 ساعة في الأسبوع، وده اللي بيوفر لك متوسط دخل من 1000 ل 1500 يورو في الشهر. بمجرد حصولك على عقد العمل دورنا هنا احنا كفي اي بي هنساعدك في تحويل العقد لإقامة عمل ولم شمل أسرة لحد ما تحصل على الجنسية. من الآخر كده الشانسن كارد هي أسهل وأضمن طريقة تدخل بيها ألمانيا عشان تدور على شغل.